عملك اشتريت موبايل جديد وكان سريع، وبعد 5 شهور مثلا حسيت انه بقى تقيل وبيهنك. طيب ليه ده بيحصل اصلا؟ ناس كتير بتقول ان الشركات قصدها تبطئ الموبايل بعد فترة من شرائه، بس الحقيقة ان في اسباب تقنية واضحة هي اللي بتخلي اي موبايل يبدأ مع الوقت، لكن باختلاف بطئها. يعني في موبايل أول ما تشتريه يبدأ بعد 5 شهور، وفي موبايل تاني يبدأ من أول شهر. أول سبب هو امتلاء الذاكرة، كل تطبيق بيسيبوا له ملفات مؤقتة، وعشان كده مع الوقت المساحة بتتملي والمعالج بيضعف أكتر، هو بيدور على البيانات اللي انت بتطلب منه تنفيذها. تاني سبب وهو تحديثات التطبيقات والنظام اللي لازم تحدثهم باستمرار، وغالبا التحديثات الجديدة دي تبقى متصممة للأدوية الأحدث، فالموبايل اللي معاك بيبدأ يحس بالضغط. تالت سبب وهو مهم جدا وبنشوفه في الصيف أكتر هي السخونة. المعالج لما يسخن بيقلل سرعته تلقائيا عشان يحمي نفسه، وده اسمه تقليل الأداء الحراري، فانت تحس ان الموبايل بقى أبطأ وهو في الحقيقة بيحاول يحمي نفسه. طيب ايه الحل عشان الموبايل يبقى سريع معانا قدر الإمكان؟ سيب دايما مساحة فاضية، مثلا 10%. يعني لو موبايلك 128 سيب مثلا مساحة فاضية 10% من مساحة موبايلك، وامسح التطبيقات اللي مش بتستخدمها. في ناس بتنزل تطبيقات وتنساها أصلا، وبرضه قلل التطبيقات اللي شغالة في الخلفية. ولو عايز ازاي تعرف تنضف الملفات المؤقتة اللي في موبايلك من غير فايدة، هتلاقي فيديو عندي في القناة بعنوان لو مساحة موبايلك بتخلص بسرعة أو بتحس بتباطؤ غريب، جرب تمسح الملفات كاش قبل كده ولا لأ. ادخلوا شوفوا هيفيدكم.